نور نده عليا وقال لي بص على الحركه دي كده يا كوتش. قلت له حلوه بس هخليك تعمل الاحلى، واللي هو نفس الحركه اللي هو لسه عاملها ولكن معاه الحركه دي، واللي هو المفروض ان هو هيعمل السوينج ده ويروح يخبط الحيطه ويلف الحركه اللي لسه عاملها من شويه. والحركه مش سهله خالص، ولكن نور حركته سريعه ما شاء الله وخفيف جدا ويقدر يعملها بسهوله. ولكن اصعب حاجه في لعب البار وهو ان الايد بتتنفخ حرفيا. فقلت له حط بلاستر على ايدك ويلا بينا نودي الحركه. فهنا عمل التيست بتاع الحركه وابتدى يحس بالحركه اكتر واكتر. وساعتها قلت له جاهز؟ قال لي جاهز يا كوتش. قلت له يلا بينا. وهنا طلع على السوينج وبسم الله هنودي اول حركه. وما شاء الله لفها من اول مره الى حد ما كويس، وما كانش مصدق نفسه خالص. وزي ما انتم شايفين البلاستر ما جابش اي نتيجه وايده اتفتحت من اول واحده، ولكن نور هنا ما استسلمش وكمل على الحركه مره تانية. وتاني مره كانت احلى بكتير من اول مره وابتدى ينزل على رجله، والتالتة برضو احلى واحلى. الفكره بقى هنا في عدم الاستسلام، وزي ما انتم شايفين كده كل مره بتبقى احلى من اللي قبلها. وكل مره كنت بقول لنور يعدل حاجه بسيطه لحد ما فهم هنا، وما شاء الله عملها تحفه التحفه وما كانش مصدق نفسه حرفيا. وزي ما انتم شفتوا كده نور كان جاي على حركه بسيطه جدا وانتهت بحركه روعه، وبكده ايده بقت ايد رجاله بحقه حقيقي. واللي عاوز يتمرن يبعت لي مسج على الانستجرام او الفيسبوك.